لا يلعبها الشعب. الجزائر توقف الطواحين الهولندية التي لم تنهزم منذ سنة 2023. الجزائر أوقفت سلسلة اللاهزيمة ب14 مباراة متتالية. صاحبة المرتبة 28 عالميا تفوز على هولندا السابع عالميا، يعني وهي أولا الفوز، ثانيا الإقناع خاصة في الشوط الثاني. الشوط الأول لم نكن جيدين، لم يكن المنتخب الجزائري جيد، سواء التناغم ما بين وسط الميدان والدفاع كان في أخطاء كارثية لو استغلها المنتخب الهولندي كنا سنتلقى الكثير من الأهداف، حتى لا أقول هدف أو هدفين. أن حراسة المرمى أعتقد أن لوكا زيدان أفضل مباراة قدمها منذ مجيئه إلى الجزائر. أعتقد بأنه أصبح حصن منيع وذكرنا بتصدية مبولحي. في الدفاع يجب أن نشرك. أعتقد بأن الأسماء أصبحت واضحة جدا. في المباراة القادمة ضد المنتخب البوليفي سنرى وجه آخر للمنتخب الجزائري، ونرى ربما التشكيلة الأساسية التي سوف يدخل بها المنتخب الجزائري مباراة الأولى ضد الأرجنتين. أعتقد الكارثية التي عملناها سواء في الدفاع أو في وسط الميدان والتمرير بالشكل السيء مع منتخب مثل الأرجنتين ومع هجوم مثل ألفاريز وكذلك ليونيل ميسي، أعتقد بأنه التكلفة سوف تكون غالية جدا. تمرير رياض محرز لعمورة، منتخب مثل الأرجنتين، النمسا، الأردن يجب أن تسجل من أنصاف الفرص، فكيف إذا كانت عندك فرصة؟ موسى سجل الهدف في ميدان يعرفه جيدا، يعرف تفاصيله، لكن الشوط الثاني بدأنا نلعب جيدا، بدأنا نتحكم في زمام الأمور حتى وإن لم نكن نضغط بالشكل الكبير، لكن الشباب، روح الشباب هي التي فازت في الأخير. جميلة جدا، جيدة من الجانب المعنوي، تعطي رسالة بأن الجزائر مستعدة لكأس العالم، لكن يجب أن لا تغر المنتخب الجزائري واللاعبين الجزائريين. يجب أن يضعوا أرجلهم على الأرض ويكملوا في المسيرة. أعتقد بأن المنتخب البوليفي سوف يكون أيضا امتحانا صعبا وجيدا جدا لرؤية التشكيلة الأساسية. فتقيمون المباراة الأولى ما بين الجزائر والمنتخب الهولندي؟ يلا اتركونا في التعليقات. السلام عليكم.